السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاستثناء المغربي. تخيلوا معايا اليوم وانا كنتصفح المواقع الالكترونيه وهذا الخبر ديال البارح ديال داك السيد اللي مشاو تهجماتو السلطات المغربيه بدون اي سند قانوني على داك الشجره ديالو ديال لابوكا. داروا ليه الاقتحام، حيدوا ليه داك الشجره. السيد باش دافع على الارض ديالو كيما جا في واحد الفيديو ديالو المشهور، وهاد القصه كيعرفها الداني والقاسي، كيعرفوها المغاربه كاملين. فكنتفاجئوا ان المحكمه البارح كتصدر في الحق ديالو شي 5 شهور نافذه وشي شهرين في حاله سراح في الحق ديال الابن ديالو. هاد الحكم اولا قبل ما نمشيو للحكم غير السؤال المطروح، يعني كيفاش هاد الاعتداء وهذا الطغيان اللي وصفناه كم من مره انه غير قابل حتى ان نصف الامر. كيفاش انك انت تمشي لواحد الدار ديالو عنده ما عندوش شجره ديال الحشيش لداخل ولا ديال الهيروين ولا ديال الكوكايين، بل الانسان عنده واحد الشجره ديال لابوكا كيسترزق بها الله، عنده بعض الاشجار وتمشي وتحيدوها ليه. وحنا عارفين السبب ديال التوغل ديال الكيان الازرق ديال اسرائيل اللي اصبحت هي اللي كتزرع لابوكا في المغرب. وبالتالي الاعتداء على هذا السيد جان يعني عاد النتيجه ديال انه ما خص حتى شي واحد يزرع لابوكا في المغرب الا الاسرائيليين. هذا هو نتاج ديال التطبيع. لكن كنتفاجئوا البارح ماشي هذه المفاجاه ديال هذا السيد اللي عطاو ليه 5 شهور. بغينا ندير واحد المقارنه مع واحد لاعب رياضي كبير، بطل عالمي ديال في لندن، هو انجليزي ذو بشره سمراء، يقدر يكون من اصول افريقيه، جا لمراكش باش يقضي العطله ديالو كما كيجيو مجموعه ديال السوريين. وحنا عارفين الاغلبيه علاش كيفضلوا مراكش وكيمشيو ليها، وحنا جايين لكم باش تفهموا بان هذاك السائح شد واحد البنت عندها 13 عام، واحد القاصر، فدار لي هذاك الشيء اللي على بالكم وتما القبض عليه. مزيان لحدود الساعه. فالجميل باش تشوفوا المقارنه وغندوزو ونقارنوا مع انسان اخر كتعرفوه كامل محكوم ب20 سنه. هاد السيد بعد ما لقى العائله ديالو بقات كتقلب عليه، عاد من بعد فهموا بان السيد راه في السجن الداخل. تصوروا شحال باش تحكم، تصوروا شحال باش تحكم ب8 شهور انك دير دوك الفعايل بقاصر عنده 13 عام ويعطيوك 8 اشهر. والسيد مشاو له للدار، كان اعتداء واضح عليه، ومن بعد زادوا ليه 5 شهور. هو عطاوه 5 شهور حيت تعداو ليه على رزقه. والاخر اللي جا من بلاد اخرى واستباح عرض وشرف الاطفال ديالنا عطاو ليه 8 شهور. فاي عداله هذيك كاينه في الكون؟ في اي عداله بحال هذه في العالم كامل؟ تصور ان انا في اسبانيا ولا في اوروبا كاين بعض الحالات ديال التحرش عبر الهاتف، الناس كيتحكموا ب10 سنين، ب20 سنه، ب15 عام. وهنا القيمه ديال الفالور ديال الطفل هنا في اوروبا، العنايه الحمايه ديال الاطفال. وحنا وهذا انا كنت سائل واحد السؤال. هاد السيد اللي دار هاد الواقعه، الصحافه ديال شوف تي في اللي ياما تدخل البيوت ديال الناس، واللي كما قلت دائما اللي كيستروا الله بالليل، شوف تي في كتفتحوا بالنهار. فين كانوا هاد الصحافه ما نقولوش هاد الخبر؟ لكن عموما انا ما تفاجأتش، ولكن كنبغيو نوصلوا الخبر وننقلوه كما هو عادي في بلد الامير المؤمنين، في البلاد اللي
شت مريم تستقبل الاطفال المقدسيين ديال القدس، والمغرب كيتعتبر من الدول اللي يرسلوا الجيوش لغزه واللي كيساندوا الكيان، لا بالعتاد لا بالموارد البشريه لا على جميع القطاعات، على المستوى التجاري الاقتصادي الفلاحي، على جميع القطاعات. وفي الوقت اللي ولاد الشعب اكثر من 141 ماتوا في السبته، هو ولا رساله عزاء لهذه العائلات، وحتى انهم رفضوا باش يدفنوا في بلادهم. والبارح كيمثل على الشعب راه كيحتفل بالعيد المولد النبوي، اي عيد. ما هذا النفاق؟ اختو صفتها ليه دايره الزيف وكتستقبل هذوك الاطفال ديال القدس، وهو كيحتفل مدور به داك الدجاج، مدور به دوك الشلاهبيه، كيحتفلوا بالعيد المولد النبوي. وولاد الشعب اللي غارق في البحر، اللي راهم في الحباسات، والسيد على الشجره ديالو حيدوها اللي تعداو عليه، عطاو ليه 5 شهور. شوفوا دابا المقارنات، وواحد دار اهتك عرض ديال الطفل القصير عطاو ليه 8 شهور، وواحد اخر طلب المستشفى عاطين ليه 20 سنه. كنتحدثوا هنا على ناصر الزفزافي. فانقلبت الموازين. فرغم كل ان الامور واضحه جدا، لكن السؤال مطروح. دابا حنا عرفنا، دابا حتى الاخوان اللي كينقلوا هاد الاخبار وكيداولوهم، دابا تطبعنا حتى مع هاد الاخبار. اصبح عندنا الامر نستقبلها بشكل عادي جدا، عادي جدا ان نشوفوا وليداتنا كيتحاكموا ظلما وعدوانا بعشرات ديال السنوات ديال السجن. عادي ان نشوفوا اخواننا كيموتوا في البحر، عادي نشوفوا الامهات ديالنا كيموتوا عند ابواب المستشفيات او كيولدوا عنده، عادي ان المستشفيات ديالنا ما فيهمش حقنه ديال اللي غتحيد لك الالام. عادي اننا نشوفوا المفسدين كيختلسوا المال العام بالملاير وكيخرجوا بكفاله ولا ما كيتحاسبوش كاع. عادي ان نشوفوا في المسرحيه ديال الانتخابات واحد كيشريو عباد الله 200 300 درهم امام مرأى الوزاره الداخليه اللي كتصار على هذه الانتخابات. فاصبح الظلم هو العقيده في البلاد ديالنا، اصبح الظلم ولينا كنتعايشوا معاه وكانه جزء من الحياه ديالنا اليوميه. الاهانه في كل مكان، في المدارس، في الادارات، في الشوارع ديالنا، في الكوميساريات ديالنا. كيف يحتقر اولاد الشعب المطحونين في الشوارع؟ فبالله عليكم السؤال، الى متى هذا الاستمرار ديال هذا الظلم؟ فكنتسائلوا. راه هذا هو نوع من التطبيع، هذا تطبيع مع الظلم، تطبيع مع اننا اصبحنا نستقبل الواقع بكل المآسي ديالو ولا يحرك فينا ساكنه. ما كاينش شي حاجه كتحرك فينا، عادي جدا. هذا 20 سنه مشى الشباب ديال الجيل زاد هكاك. هاد الشباب 141 والله تالله الى قت وير في اسبانيا، في اسبانيا كما كيقولوا يعني الاخر في اوروبا، في هذه الدول ديال الاتحاد الاوروبي. شتي لا قستي قط ولا حاشاكم كلب راه غتحاسب وغتمشي للسجن. الفئران عندهم قداسه في فرنسا، لكن حنا الشباب، الشيوخ، اطفال ديالنا، الحرمه ديالنا، الشرف ديالنا، العرض ديالنا يهتك يوميا. واصبح بالنسبه يعني لجميع المكونين ديال الشعب، فين كاين الاساتذه الجامعيين، كنهضر على النخبه، فين الصحافه الحقيقيه، فين الاطباء، فين المهندسين، فين هاد الدكاكين السياسيه بين قوسين. يعني عموما ما كاين حد، كأن الامر اصبح في يد الغرباء، وكأن ولاد البلاد ماشي ولاد البلاد، وكانهم حنا غير عايشين تما، غير حنا بنادم بحال في ذاك البلاد راه في محطه عبور باش غيدوز، كينتظر جوج حوايج، اما غيمشي للقبر واما غيخرج البلاد.
شوف هو زهر اما ياكلوا الحوت اما يفصل. فاصبح كل طفل، كل شاب، كل شابه، حتى الشيوخ دابا اصبح المشروع والحلم ديالو كيفاش يهاجر ويهرب. وكأن صافي استسلمنا للامر الواقع، صافي فشلنا، علما ان هذا النظام يعيش احلاك الفترات ديالو في التاريخ. صراعات يتآكل من الداخل، الاجهزه الامنيه كتاكل بعضياتها البعض، النرجسيه والانانيه، وانا ربكم الاعلى، الفضائح. كنهضروا على المستوى الداخلي، غنخرجوا على المستوى برا، الفضائح ديال بيغاسوس، التجسس على بيدرو سانسيز، التجسس على ماكرون، كنهضروا على لائحه ديال 70,000 من الجواسيس هنا ديال المخبرين، كنهضروا على يعني فضائح بالجمله. هنا يعني النظام المغربي فقد كل شيء، يعني اهتز لا من الداخل لا من الخارج. الصوره ديالو اصبحت بالنسبه للاوروبيين ولاو كيعرفوا بان كيتعاملوا مع نظام مافيوزي. كاين الناس ديال المخدرات، ديال الحشيش، ديال الكوكايين، هما اللي راهم كاينين في البرلمان، كاينين في الوزاره، كاينين في الحكومه، كاينين في القصر. وكنهضروا كذلك على الناس اللي داخل الشعب، ولا اليوم كيعرف بان في الوقت الملك كيخطب في عيد العرش وكيتحدث على العداله الاجتماعيه والعداله المجاليه والعيش الكريم للمغاربه، الناس كيرميو راسهم في البحر امام مدينه سلطه. اذا حنا اليوم امام واقع اللي خاصنا نبدلوه، تفرض علينا اننا خاصنا نبدلوا هذا الواقع، بغينا ولا كرهنا. كاينش ما عندناش شي حل اخر من غير الخروج للشارع. كاين شي حل اخر من اجل اننا اما نكون او لا نكون. فالظلم وصل لعنان السماء، الظلم وصل طوب ديال الديكتاتوريه وديال القمع في بلادنا. الثروات كتنهب، الثروات كتسلب، وكلشي تفقر. التوغل ديال الموساد، امريكا كتحكم، الاماراتيين، اسرائيل، فرنسا، كلشي كيستافد من الخيرات ديال المغرب الا المغاربه. فوقاش غنبقاو حنا هكا؟ واش حنا ما كنقولوش واش فينا رجل عاقل؟ واش ما كاينش واحد 100,000 هاد 40 مليون تخرج للشارع؟ ما يقدروش عليكم. هاي 100,000 الا خرجت والله لن يستطيعوا، والله حتى غيهربوا ويشدوا لي فاليز ديالهم، وغتلقاهم شي في بنما، شي في سويسرا، شي في امريكا، شي في تكساس، كلشي غيهرب. شكون غيبقى ولاد الشعب، غنبقاو حنا. فتحيه نضاليه عاليه، الحريه لجميع المختطفين السياسيين، على راسهم ناصر الزفزفي، الاستاذ محمد جلول، السعيد العالمي، الناقي محمد زيان. الحريه للجميع، ودائما عاش الشعب ولا عاش من خانه.